عشان تذاكر علوم ليله الامتحان فانت لازم تتعامل معاه بذكاء شويه. هتفتح يوتيوب وتكتب مراجعه الوحده اللي انت بتتلخبط فيها قوي وما بتعرفش تحلها، ايا كان الوحده دي، وغالبا بتكون الوحده الثالثه عندكم في العلوم لانها بتتكلم عن الاحياء والتكاثر والكلام ده. فهات مراجعه الوحده، ولكن ذاكر الوحده دي مع المستر. يعني دلوقتي المستر شرح جزئيه في الفيديو، وقف الفيديو، اقعد احفظها كويس جدا وسمعها لنفسك. خلاص فهمت الجزئيه دي، كمل الفيديو. كل ما المستر يخلص جزئيه اقفل الفيديو واقعد سمعها لنفسك كتير جدا جدا جدا، وبعد كده رجع الفيديو تاني وكمل لحد ما الفيديو كله يخلص. كده بالظبط كانك قاعد في درس برايفت وفي مدرس بيذاكر لك، انت بتسمع المستر، توقف الفيديو وتحفظ مع نفسك، بعد كده تكمل، وهكذا. ده بالنسبه لو انت في بس وحده رخمه معاك. لكن لو في بقى المنهج كله هتمشي بقى بنفس الطريقه. بعد ما تخلص كام وحده اللي عندك ابدا هات مراجعه ليله الامتحان ثالثه اعدادي علوم، يعني مراجعه شامله، ابدا اتفرج عليها تاني، ولكن اعمل السرعه دبل لانك اوريدي اصلا سمعت الشرح بتاع كل وحده لوحدها. وبعد ما تخلصها هات فيديو حل اهم اسئله علوم ثالثه اعدادي، ابدا هات الفيديو وذاكر كل سؤال. يعني انت وقف الفيديو شوف المستر بيشرح السؤال ازاي، ذاكر السؤال وبعد كده اقفل الفيديو وبعد كده كمل. بعد ما خلصت الفيديو ابدا بقى هات امتحانات المحافظات وابدا حلها مع نفسك، والاسئله اللي بتتكرر كتير ابدا جمعها كلها في كشكول عندك او صفحه كده، علشان دي اللي انت هتراجع منها ليله الامتحان بالظبط بتاعه العلوم.